سالت المباراة الأخيرة التي جمعت الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي الكثير من الحبر، خاصة بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة. عدم احتساب هدف شرعي للترجي، وعدم احتساب كذلك ضربة جزاء حسب تصريح الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي. أدلة موثقة وأصوات مجهولة. كواليس أزمة الفار: ملف استقصائي حول التجاوزات التحكيمية، قرارات سحب الثقة. ملخص المخرجات الرسمية للاجتماع الذي جمع لجنة التحكيم بالناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي والمدير الفني للترجي. أولا، إقرار رسمي بوجود خروقات غير عادية وفتح تحقيق فوري لكشف المتورطين. مراجعة دقيقة لتسجيلات الفار لمباراتين حاسمتين، يعني بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي والترجي والنادي البنزرتي. وأكثر من ساعتين من المشاورات المغلقة مع رئيس لجنة التحكيم جمال الحمودي. التجاوزات التي وقعت من قبل غرفة الفار في المباراتين والتي أثرت بنفس الطريقة على نتيجة المباراتين أمام النادي الرياضي البنزرتي، كانت هناك لقطتين يعني جدليتين مثلا في إلغاء هدف بداعي التسلل، الهدف اللي سجله الجبري، وكان يعني سبب إلغاء الهدف هو لمس دياكيتي الكرة برأسه. لكن حسب الصورة يعني أو الفيديو اللي جاء من وراء مرمى النادي البنزرتي، يبدو أنه دياكيتي لم يلمس الكرة والهدف شرعي. ما خص ضربة الجزاء كان هناك دفع لدياكيتي، ولكن الحكم لم يعلن عن ضربة جزاء ولم يعد إلى الفار. قرارات حاسمة يعني تم توجيهها بطرق مريبة. سمعنا أصوات غريبة في غرفة الفار حسب تسجيل المسرب. القرار المفقود غياب الاستقلالية في اتخاذ القرار، ويعني هناك فقدان نقاط مستحقة نتيجة قرارات غير رياضية. أمام الترجي الرياضي الجرجيسي كانت هناك لقطة مثيرة للجدل تتمثل في تدخل عنيف على اللاعب دانو، كانت تستوجب الورقة الحمراء. برر الفار بأن هذا الادعاء كان بين الوجه والصدر بوجود نية يعني مسبقة، ولكن غابت القرار التأديبي. القرار المفقود هو تجاهل إشهار البطاقة الحمراء المستحقة، وهناك قناعة راسخة بتعرض الفريق إلى مظلمة تحكيمية. كما قال الناطق الرسمي في كل مقابلة: تسرقنا في النقاط، لقطات لم تتغير لكن اكتشفنا أخطاء أخرى. وحسب التسجيل اللي طلعوا عليه يعني كل من الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي والمدير الفني للترجي، فإنهم سمعوا أصوات غريبة وأطراف مجهولة كانت حاضرة في غرفة الفار. هذه الأصوات الغريبة اخترقت منظومة التحكيم. يعني كان ثم صوت الحكم الرئيسي وصوت حكم الفيديو المساعد الفار ومساعد حكم الفيديو الفار وأطراف مجهولة. أقرت بأنه ليس هناك ضربة جزاء وتحدثت كذلك عن الهدف. الأصوات هذه لا علاقة لها بالتحكيم، تحاول إعطاء رأيها والتأثير على الحكام لتوجيه القرارات الحاسمة. كما قلنا ضربة الجزاء وهدف التسلل، هذا ما أثار استغراب كل من الناطق الرسمي والمدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي، وسيتم فتح تحقيق في هذا الأمر. وكان يعني ممثلي الترجي الرياضي التونسي جابوا معاهم عدل منفذ لجلسة الاستماع لمعاينة لقطات تسجيلات الفار وتوثيقها رسميا في محضر بيفي، عرض الأدلة على السيد جمال الحمودي ومطالبته بتحديد هوية الأصوات الغريبة. أقر يعني جمال الحمودي بوجود اختراقات غير مسبوقة، وأعطى الإذن بفتح تحقيق شامل لتحديد الأطراف المتداخلة. المسار القانوني من المعاينة إلى التحقيق الأيام القادمة باش تثبت هل هناك سوء نية يعني في غرفة الفار وراء عدم احتساب هدف للترجي الرياضي التونسي وركلة جزاء. التزمت لجنة التحكيم ب 48 ساعة باش تنشر الحوارات الصوتية اللي دارت بين حكام ميدان وغرفة الفار للرأي العام.
تمت المطالبة رسميًا من هيئة الترجي، وتمت الموافقة من قبل رئيس لجنة التحكيم، والهدف هو كشف الحقائق وراء لقطات الترجي التونسي والنادي البنزرتي والترجي الجرجيس، باش يسمعوا الناس الكل الأشياء الغريبة اللي حُدثت. وكان ثم تسريب يعني أكد كل كلام هذيا. 48 ساعة هو اللي يفصلنا على كشف الحقيقة، إن شاء الله كل واحد ياخو حقه، إن شاء الله ما تعودش نفس هذه الأساليب باش تكون النزاهة ولا الشفافية حاضرة في كل مباريات البطولة. الموقف الرسمي للترجي الرياضي التونسي هو سحب الثقة بالكامل من لجنة التعيينات حتى نهاية الموسم الحالي، إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، يعني لا نقاش حول عينات المباريات القادمة، بما في ذلك مقابلة الديربي قبل البت النهائي في هاتين المباراتين، ومحاسبة المسؤولين عما حصل. الإدارة تمتلك يعني إدارة الترجي الرياضي التونسي محضر جلسة بيفي وباش تتابع نتائج التحقيقات خلال الجولات الأربع المتبقية، والترجي ينتظر باش يرجع له حقه بمحاسبة اللي تسبوا بعدم احتساب هدف وعدم احتساب ضربة جزاء أثرت على نتيجة مباراتين، خاصة أنه لم يتم إقصاء اللاعب اللي اعتدى على دانو. وفيما يخص المباريات المتبقية، خاصة وأنه الترجي ينتظر مباراة هامة من نادي صفاقسي يوم الخميس المقبل. كان الإطار الفني صرح بأنه لا أعذار بالتحكيم، والتركيز المطلق على تجهيز اللاعبين ذهنيا وبدنيا للاستحقاقات القادمة بعيدا عن المكاتب. 4 جولات هامة تنتظر الترجي التونسي في سباق البطولة، والتركيز لازم يكون تام. الإدارة هي اللي باش تكفل بالمعركة القانونية وباش تتابع التحقيقات وباش توثق، وكانت وثقت يعني التجاوزات سواء عن طريق عدم منفذ أو بالصور المتوفرة والفيديوهات، وباش تواجه يعني اللجان المختصة لضمان عدم تكرار ما حدث. الموضوع مازال متواصل، والأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن كل التساؤلات. في الأيام القادمة يعني باش نعرفوا شنو باش تكون القرارات بعد ما تم تسريب يعني للرأي العام. محادثات صوتية كانت بين الحكم الرئيسي للمباراة وحكم الفار ومساعده، والناس كل تترقب يعني في التسجيل الكامل للمحادثة اللي صارت بيناتهم. وكان أعلن الجمال الحمودي عن لجنة تحقيق يعني بقيادته باش تكشف عن هوية الأصوات المجهولة اللي كانت دخلت في القرارات، وعن مدى أهليتها للحضور في غرفة الفار. وكذلك سيتم اتخاذ إجراءات رياضية وقانونية بناء على محضر يعني العدل المنفذ. كما قال يعني الناطق الرسمي للترجي الرياضي التونسي: نحن نواصل العمل بهدوء واحترافية وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.